في ناس طول الوقت عايشة في حرب صامتة مع نفسها، مش مع حد بره، لكن مع المراية. واحدة مثلا كل يوم بتصحى الصبح أول حاجة تعملها إنها تبص في المراية. بدل ما تبتسم لنفسها أو تقول صباح الخير، بتبدأ تركز على عيوب صغيرة جدا محدش غيرها بياخد باله منها. أنا تخنت شوية؟ ليه وشي منفوخ كده؟ طب الكرش ظاهر؟ وتفضل تفتش في كل تفصيلة لحد ما تقتنع إنها مش كفاية. والأصعب من كده إن ساعات الناس القريبة جدا بيزودوا الإحساس ده من غير ما يقصدوا. زي مثلا لما واحدة صاحبتها تقول لها أنت حلوة، بس لو خسيتي كيلو أو 2 هتبقي زي المودلز. الكلمة اللي اتقالت بهزار تفضل تدور في دماغها أيام، وتحول شكلها من مصدر طبيعي للثقة لمصدر قلق مستمر. وفي شاب كمان كل مرة يروح الجيم يحس إنه مهما عمل مش واصل للشكل المثالي اللي بيشوفه على انستجرام. يبص على صور الناس التانية ويقول أنا صغير، أنا ضعيف، عمري ما هبقى زيهم. مع إنه لو حد تاني بصله هيلاقي جسمه طبيعي وصحي جدا، بس هو شايف حاجة تانية تماما، شايف صورة ذهنية مش حقيقية. الغريب إن الموضوع مش واقف عند الشكل بس، ده ممكن يأثر على كل تفاصيل الحياة. ممكن واحدة ترفض تخرج مع صحابها البحر عشان مش عايزة تلبس مايو، أو شاب يتجنب العلاقات العاطفية لأنه حاسس مين هيرضى بشكل كده. والنتيجة عزلة، قلق، وإحساس بعدم الرضا حتى لو الحياة ماشية بشكل طبيعي. لكن هنا اللي لازم نفتكره إن صورة الجسد مش هي الحقيقة المطلقة، دي انعكاس للي في دماغنا. ممكن 2 يبصوا لنفس الشخص، واحد يشوفه جذاب وواثق والتاني يشوف نفسه ناقص أو مش كفاية. الموضوع في النهاية بيتحدد بإزاي إحنا بنتعامل مع نفسنا. ولما تبدأ تسمع صوتك الداخلي اللي طول الوقت بينتقدك، افتكر إن ده مش صوت الحقيقة، ده صوت المقارنة وصوت المعايير المستحيلة اللي اتزرعت جوانا من السوشيال ميديا وحتى الناس القريبين. طيب نعمل إيه؟ قلل المقارنة. الصور على السوشيال مش دايما حقيقة، معظمها فلاترز أو متعدل. ركز على اللي جسمك بيعمله مش شكله. جسمك بيخليك تتحرك، تضحك، تحضن، مش مجرد أرقام على ميزان. غير كلامك مع نفسك، بدل ما تقول أنا وحش، جرب تقول أنا بتغير للأحسن وأنا أستاهل أحب نفسي زي ما أنا. واطلب دعم، سواء من صديق أو مختص نفسي. الكلام بيساعدك تفهم دماغك وتفك التعقيد. وفي نقطة مهمة جدا للناس اللي حوالينا، بلاش نعلق على شكل حد ولا نتريق على وزنه أو ملامحه، حتى لو بهزار. التعليق البسيط ممكن يسيب أثر نفسي عميق يخلي الشخص يعيش في صراع مع نفسه سنين. كلمة أنت تخنت أو إيه اللبس ده ممكن تكون بالنسبة لك هزار، لكنها خنجر لغيرك. اللي يفرق فعلا إنك تبدأ تقول لنفسك جملة بسيطة: أنا جسمي مش عدوي، أنا أستاهل أكون راضي عن نفسي زي ما أنا. الموضوع مش بيتحل في يوم وليلة، لكن مع كل مرة توقف فيها النقد وتدي لنفسك شوية تقدير هتبدأ تبني علاقة أهدى مع جسمك. وفي الآخر، صورة الجسد مش بس عن شكلك، هي عن إحساسك بنفسك، عن الثقة اللي بتشاع لما تحب نفسك زي ما هي، مش زي ما الناس عايزينك تبقى. اعمل لايك وفولو وشير ومنشن حب حاسس إن الكلام ده لمس حياته. ولو حابب تشوف نسخ أطول وفيديوهات أكتر عن الموضوع، لينك قناة اليوتيوب موجود في البايو.